مجموعة من الجن يخطفون شاب، ولما حاول يهرب منهم اكتشفوا هذا الشيء. مستحيل تتوقعون شنو سووا له. قصتنا اليوم عن شخص سعودي اسمه ياسر. ياسر يعيش بالصحراء المملكة العربية السعودية بخيمة صغيرة ويا عائلته. بإحدى الليالي وأثناء رحلة عائلية اختفى ياسر بدون أي أثر، كأنه شقة القاع بالعته تبخر، حرفيا تبخر. بلغت عائلته على السلطات انه لازم يلقون ابنهم. بدت السلطات وبدت عائلة وبدت كل البادية تفتر بالصحراء وتدور، لكن ياسر اختفى. لما قعد ياسر من الغيبوبة اللي كان بها لقى روحه محاصر بكهف مخيف. مجموعة من الجن خاطفته. بدأ ياسر يستكشف الكهف حتى يطلع من يمه، لكن بدت أشكال مرعبة تظهر قدامه. ياسر تقدرون انه تقولون انخرع، يعني انصدم، جفل، شو تسمونه سمونه. ياسر انصدم حرفيا، اتجمد ببكرنا. بدأ يسألهم ايش تردون مني؟ ليش اختاريتوني اني؟ ليش ما خطفتوا غيري؟ لكن الجن ما كانوا يجاوبونه. أدرك لحظتها أنه هو وقع ضحية لقوة خارقة للطبيعة. بدأ ياسر يخطط أنه شلون يهرب، لكن كل محاولاته باءت بالفشل. وبدأت المخلوقات تحس أنه هو كان يحاول يهرب، لكن لما اكتشفوا هذا الشيء شددوا عليه الحراسة وخلوا عليه مجموعة من الجان غيرهم يحرسونه حتى ما يخلونه يهرب. أدرك لحظتها ياسر أنه هو لازم يطلع من هنا بأي وسيلة، لأن مر على اختفائه فترة طويلة، وخاف على عائلته أنه يصير لهم شيء، لأن هو كان القوي الوحيد اللي بيناتهم، الباقيين كلهم مجموعة صغار. فبدأ يخطط، استجمع قوته واستجمع كل ما يملك من شجاعة، وبدأ ينفذ الخطة مالته الجهنمية اللي حرفيا غيرت مسار القصة كلها. بدأ ياسر ينفذ الخطة وفعلا قدر يجتاز الفخاخ، وبدأ يجتاز المجموعة الثانية اللي كانت تحرسه. لكن هو اقترب من المخرج واجهه جن ضخم، اللي هو كان اللي مخطط انه يخطفه. شو تسموه سموه، ما خلاه يطلع. هذا الجن استخدم كل ما يملك من سحر وشعوذة حتى يمنعه من الهرب، لكن ياسر كان إصراره أقوى. وفعلا قدر ياسر بذكاء أو دهاء أنه يشرد من هذا اللي كان مانع من الهرب. لما طلع وخرج من هذا الكهف كان ما يملك قوة، كان قوة يمشي على رجليه، لأن استنزفوا كل طاقته وما كانوا يقدموا له أكل، وكانوا حابسينه بس، ما يردون يسوون بيه شيء، بس مجرد حابسينه. بكل ما يملك من قوة قدر يوصل للقرب البلدة اللي كان يعيش بيها، يسموها الخيم اللي كان يعيش قربها. لمحها أحد بعيد وبدأ يتقرب له وسحبه بالجمل مالته وصعده ووداه لأهله. لكن ياسر بقى أسبوع كامل ما يحكي. بعدها بدأ يتحسن صحته، وكانت هاي الرحلة خلت أثر كلش قوي بحياته مستحيل ينساه. اللي وصلنا المقطع، إذا عجبتكم القصة حطوا لكم متابعة حتى يوصلكم كل شيء جديد.